عاملين ايه؟ كله تمام؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم في درس حزين وكئيب وحاجه يعني نكد جدا. عندنا 4 مفاهيم نفسيه بتاثر علينا. الدرس ده نازل لكم من منهج ثالثه ثانوي. ال4 مفاهيم دول واحد فيهم اللي ايجابي و3 ما يعلم بهم الا ربنا. طيب ايه هي المفاهيم النفسيه دي؟ اول مفهوم عندنا حاجه اسمها التوافق والاحباط والصراع والقلق. يبقى احنا هنتكلم عن كام حاجه النهارده؟ 4: توافق، احباط، صراع، قلق. طيب فكره التعود او فكره الانسجام او فكره التاقلم، انا مثلا نقلت مكان جديد، دخلت كليه مثلا، طبعا نظام الثانوي غير نظام الكليه، كان في حد في حياتي وبعد كده الحد ده مبقاش موجود، ففكره ان انا اتعود على حياه مختلفه تدريجيا، فكره الانسجام او التاقلم او التعود او التكيف، دي اسمها الايه؟ التوافق. يبقى انا لما يحصل تغيير في حياتي وانا مع الوقت اتعود على التغيير ده اسمه الايه؟ التوافق. طيب انا كان نفسي اوصل لهدف وما وصلتش، كان في كليه معينه نفسي ادخلها وما حصلش نصيب، كان في حاجه نفسي اجيبها ما عرفتش اجيبها، شغلانه كان نفسي اقدم فيها ما قبلونيش، فده شعور الايه؟ الاحباط. شعور الاحباط بينتج نتيجه الفشل في تحقيق الهدف. يبقى انا لما احب اوصل لحاجه واواجه عائق او عقبه في حياتي، العقبه دي اسمها الايه؟ الاحباط. يبقى عدم القدره على الوصول تسمى بالايه؟ بالاحباط. يبقى انا لما اتعود ده ايه؟ توافق. عاوز اوصل لحاجه وما عرفتش، في حاجه منعتني، سواء بقى الحاجه دي بقى مثلا انا اتظلمت او انا معيش فلوسها او انا حد جه عليا او انا ما عملتش اللي عليا كفايه، المهم ان انا ما وصلتش. عدم الوصول ده اسمه ايه؟ الاحباط. طيب انا لما ابقى محتار بين حاجتين، الحيره او التردد، ده اسمه الايه؟ الصراع. ومن اشهر انواع الصراع طبعا الصراع بين القلب والعقل. انا مثلا بختار بين كليتين، بختار بين شغلانتين، مثلا بقيت جاكيتين والاتنين لونهم حلو عليا، مش عارف اجيب ايه فيهم، ده اسمه الايه؟ الصراع. طب ايه هو القلق؟ القلق ده دايما كده، حتى في ناس بيبقى مريضة اضطراب قلق. ايه اضطراب القلق ده؟ اللي هو انت دايما متوقع حدوث مكروه، انا حاسس ان هيحصل حاجة، انا حاسس ان انا هيجرالي كذا، انا حاسس ان انا هسقط، انا حاسس ان انا هفشل، انا حاسس ان انا مش هنجح، بسبب ومن غير سبب. يبقى احنا عندنا كم مشاعر؟ 4: فكرة التعود، توافق، عدم الوصول، احباط، محتار بين حاجتين، الحيرة دي اسمها ايه؟ صراع، شعور التوتر، توقع المصائب، توقع الكوارث، ده اسمه الايه؟ القلق. صعب الكلام ده؟ في مشكلة؟ طيب نمسك كده تعريف ونتكلم عنه. الفصل بيتكلم عن حاجة اسمها أساليب التوافق النفسي والإيه؟ والاجتماعي. خليك عارف إن كلمة التوافق أو التكيف دي مش مفهوم نفسي، هي أصلا مستمدة من علم الإيه؟ البيولوجي. بمعنى إحنا مثلا في الصيف جسمنا بيتأقلم مع درجة الحرارة العالية، بنبتدي إن إحنا نخفف هدومنا مثلا، نتعود على جو الصيف. طب في الشتاء ينفع نلبس نفس هدوم الصيف؟ لا. طيب ينفع السمكة تطلع بره المية وتعيش؟ لا. طب احنا ينفع ننزل تحت المية ونعيش؟ لا. يبقى كل كائن حي بيتوافق في المكان اللي هو عايش فيه بيولوجيا. يبقى اصلا كلمة التوافق او التكيف مستمدة من علم الايه؟ البيولوجي اللي هو علم الاحياء. طيب احنا مثلا لو رحنا عشنا في السودان، درجة الحرارة هناك عالية جدا، احنا هنتحملها؟ لا، احنا جسمنا مش متعود عليها. بلاش مثلا رحنا عشنا في بلد درجة الحرارة فيها منخفضة جدا وتلج بقى وصقيع، احنا هنتعب ليه؟ لان جسمنا مش متعود على درجة الحرارة دي. احنا مثلا في مصر عندنا الجو بيبقى حر قوي وسقع قوي، بس برضو يعتبر معتدل. يبقى احنا القدرة على التوافق مع الطبيعة
ده اسمه التوافق الايه؟ البيولوجي. وبعد كده العلم لما اتطور استخدمنا كلمة التوافق دي في علم الايه؟ النفس. المقدمة اللي هو بيديها لك، معلش هو الدرس النهارده طويل ومليان تفاصيل، للاسف نازل من منهج تالتة فلازم يديك حاجة ما شاء الله. بص معايا، احنا كلمة التوافق دي الاول ظهرت في علم الايه؟ الاحياء، وبعد كده علماء النفس شافوا ان في حاجة اسمها التوافق النفسي، فانتقل المفهوم لعلم الايه؟ النفس. فاللي هو عايز يوصله لك في المقدمة ان كلمة التوافق مش مفهوم نفسي، هي اصلا كانت مفهوم بيولوجي وبعد كده انتقلت لعلم الايه؟ النفس. طب ايه هو التوافق؟ عندنا معنيين للتوافق. بصوا زي ما قلت لك في الاول لما كتبت لك العناوين كلها، فكرة التعود، الانسجام، التأقلم، اسمها ايه؟ توافق. احنا بنتوافق بطريقتين، بمعنى انا كنت متعود في الثانويه العامه ان المدرس بيعمل لي مذكره، بيديني اسئله، بيحل معايا. الكلام ده كله في الكليه مش موجود. انت في الكليه هتعتمد على نفسك، انت اللي هتجمع المعلومه. في مواد اصلا ملهاش كتب، الدكتور بيقول لك ان الماده دي بتتكلم عن كذا وانت روح المكتبه دور. اصلا مفيش حد بيحل معاك، مفيش حد بيعلمك حاجه. فانت مع الوقت بدات تشتغل على نفسك لحد ما اتعودت على نظام الكليه المختلف عن الثانويه العامه. يبقى انت غيرت من ايه؟ من نفسك. ده المعنى الاول. يبقى المعنى الاول تعديل سلوك الفرد، انا بغير من نفسي بحيث يتوائم. يعني ايه يتوائم؟ يتلائم او يتكيف او ينسجم مع الظروف المتغيرة. وبيقول لك هنا ويلعب التعلم الدور الحاسم في هذا الصدد، يعني في هذا الاتجاه. معناه ايه الكلام ده؟ يعني انت اللي اشتغلت على نفسك. انا حبيت اغير من سيستم حياتي، هغير نظام اكلي، هظبط مواعيد نومي، هذاكر، هشوف مستقبلي. يبقى انت لما تغير من نفسك، ده المعنى الاول للايه؟ للتوافق. مثلا واحد غير مجال شغله، فمع الوقت هو مش مبسوط، ابتدى ان هو يتمرن لحد ما ايه؟ اتعود على الشغل. طب هل كل الناس بتنجح ان هي تغير من نفسها؟ لا. انا ممكن اروح كليه مثلا ابقى مش مرتاح فيها، اقعد ترم، اقعد سنه ولسه مش مرتاح، وحاولت كتير ان انا اتغير ما عرفتش. ايه الحل؟ ان انا اغير الكليه، صح ولا لا؟ فده المعنى الايه؟ التاني. فالمعنى التاني بيقول لك ايه؟ بص كده، تعديل البيئه النفسيه. انا حاولت ان انا اتغير ما عرفتش، فغيرت الايه؟ البيئه. انا كنت في مكان شغل مش مرتاحه فيه، حاولت ما عرفتش، خلاص هسيبه. يبقى انا غيرت الايه؟ البيئه، سواء البيئه النفسيه او الاجتماعيه او الماديه المحيطه بالايه؟ بالفرد. يبقى احنا هنا نركز مع بعض في الحته دي. التوافق ليه كام طريقه؟ 2. يا اما انا بغير سلوك الفرد، انا بغير من نفسي. طب ما عرفتش اغير من نفسي، هغير مين؟ البيئة الايه؟ المحيطة. يبقى التوافق ليه كام طريق؟ 2. طب مثل لو ما عرفتش اعمل ده ولا ده، مش هتعرف تتوافق، فهينشأ اضطرابات نفسية. صعب الكلام ده؟ حد مش فاهم؟ طيب بص معايا كده، هنا بيقول لك ايه؟ ان التوافق نفس الكلام اللي اتقال فوق بس لك وعجن. وعلى فكرة هو الدرس سهل طويل بكلام متكرر، يعني الموضوع مش غلس. بص معايا، بيقولك ان التوافق ليه كام صورة؟ 2. نفس الكلام تاني اللي قلنا فوق، بيعمل في كام اتجاه؟ 2. بيقولك لو البيئة متغيرة ومتجددة ومتنوعة، فالشخص هيكون لديه قابلية بالمرونة. بمعنى ايه؟ دلوقتي انت دخلت كلية صعبة قوي، بس لقيت الدكاترة مسهلين لك الدنيا، في ناس بتساعدك، ده هيشجعك ان انت تتغير ولا لا؟ هتشجع. يبقى لو البيئة بتساعدني، انا مثلا واحد ما بعرفش اذاكر، لقيت المدرس بيحاول يساعدني وبيحاول يمشي معايا بالراحة ويمشيني على نظام مذاكرة، فانا مع الوقت اتشجعت. ده المعنى الايه؟ الاول. بيقولك المعنى التاني ان الانسان بيغير البيئة للتوافق مع اهدافه وبمساعدة الاخرين، وده المعنى التاني، نفس اللك والعجن. يبقى انا بعمل كام حاجة؟ 2. يا اما بغير من نفسي، يا اما بغير من المكان اللي انا عايش فيه. اتفقنا كده؟ طيب عندنا نوعين من التوافق، ايه هما؟ اول حاجة التوافق النفسي او الشخصي، اكتب جنبه عندك في مذكرتك اسمه توافق ذاتي وتوافق فردي.
توافق ذاتي وتوافق فردي. تمام؟ طيب خلاص كتبنا توافق ذاتي وتوافق فردي. خليكم معايا. احنا عندنا نوعين من التوافق. خلاص لو ما كتبناش نكتب بعدين بس نفهم. انا ساعات بكون راضي عن نفسي، مش دايما كل الناس تبقى راضيه عن نفسها. في ناس دايما ليه قبل ما تنام تقعد تحاسب في نفسها، انا انسان فاشل، انا انسان مش مسؤول، انا ماليش لازمه في الحياه، انا اهلي بيكرهوني، انا حياتي تقرف، انا كاره نفسي، انا مش طايق نفسي. هل انت كده عندك توافق؟ لا. لو انا راضي عن نفسي، حاسس، اكيد احنا مش كاملين، بس حاسس ان انا الى حد ما محقق انجازات، الى حد ما الناس اللي حواليا محبوب وسطيهم، هبقى شايف نفسي بصوره كويسه، وده اسمه التوافق النفسي او التوافق الايه الشخصي. فهو الموائمه. يعني ايه الموائمه؟ الانسجام او التلائم بين الشخص وذاته. على فكره دي اهم حاجه في الحياه، ان انت تكون راضي عن نفسك كفايه. اهو بص، ان يكون الفرد راضيا عن نفسه متقبلا لها مع التحرر. مش يعني ايه كلمه تحرر؟ تخلص من ايه؟ من التوترات والصراعات. وبيقول لك ان التوافق النفسي ده امتى بيتحقق؟ كل ما انت بتقدر تحقق اهدافك في الحياه، كل ما بيزيد الايه؟ التوافق. يبقى العلاقه بين النجاح والتوافق طرديه ولا عكسيه؟ طبعا طرديه، لان انا كل ما بحقق انجازات اعلى كل ما بيزيد شعوري بالرضا عن نفسي، فكل ما بحقق الايه؟ التوافق. طيب ميس انا انسان بعمل اللي عليا بس اهلي دايما شايفيني مقصر، ودايما شايفيني فاشل، ودايما بيقولوا لي انت تقرف، ودايما بيقولوا لي انت زفت. طيب يبقى انا راضي عن نفسي بس علاقتي باللي حواليا مش حلوه. وده التوافق التاني اللي هو التوافق الايه؟ الاجتماعي. بص، التوافق الاجتماعي هو الموائمه بين الشخص والبيئه او بين الشخص وغيره من الناس. انا قادر انجح في تكوين علاقات، سواء مع اهلي، سواء في شغلي، سواء مع زمايلي، سواء مع مدرسيني. فالمعنى التاني للتوافق اللي هو التوافق الاجتماعي العام بيرتبط بايه؟ يشمل جميع المجالات. انا قادر احقق نجاح مع اهلي، علاقتي بيهم كويسه، علاقتي بمدرسيني واصحابي تمام، ما عنديش منافسين بيكرهوني في الشغل، او بلاش منافسين، ما عنديش عداوات في شغلي. يبقى دي الايه؟ المهنه. بصوا احنا اتكلمنا في الدوافع عن كم نوع من انواع الدوافع. في حاجه اسمها في الدوافع الاجتماعيه، كان في حاجه اسمها الدوافع الاجتماعيه العامه زي الانتماء، وكان في دوافع نفسيه شخصيه ايه؟ فرديه. نفسيه وفرديه. بص بيقولك ايه؟ كل لما بتحقق الدوافع الاجتماعيه كل ما ده بيزود من التوافق الايه؟ الاجتماعي. انا انسان بصل رحمي، ناجح في شغلي، لو حد لجأ لي فانا بساعده، يبقى ده بيحقق لي التوافق الايه؟ الاجتماعي. طب انا كان نفسي اجيب مجموع كذا جبته، كان نفسي ادخل كليه كذا دخلت، كان نفسي اتجوز فلانه اتجوزتها، كان نفسي اشتري عربيه جبتها، كان نفسي اسافر البلد الفلانيه سافرت. يبقى الحاجه اللي انا نفسي فيها بشتغل على نفسي عشان اوصل لها، ودي الدوافع النفسيه، فده هيحقق لي التوافق الايه؟ الاجتماعي. انا اسفه، التوافق الايه؟ النفسي. بص معايا، في ناس ممكن تحقق التوافق النفسي بس تفشل ان هي تحقق التوافق الايه؟ الاجتماعي. وفي ناس العكس، انا ابقى شمعة بتحترق من اجل الاخرين بس قدام نفسي ما بعرفش. وفي ناس ما بتعرفش تحقق الاتنين، وفي ناس بتعرف تحقق الاتنين. يبقى في ناس بتبقى ناجحة في علاقتها مع غيرها ومع نفسها، وده عادي. في ناس ما بتعرفش توصل للاتنين، في ناس بتعرف تحقق حاجة وما تحققش التانية. احب اقولك ان انت كل ما تكبر كل ما هتنجح في تحقيق التوافق الايه؟ وكل ما انت تبقى راضي عن نفسك اكتر، الناس التانية هتشوفك كويس فتحقق التوافق الايه؟ الاجتماعي. هي بس فكرة ان انت تتمرن، ان انت تتعود ازاي تخلي الناس تبصلك نظرة ايجابية. طبعا ده ما بيجيش لوحده، لما انت تبقى انسان ناجح تعمل اللي عليك، ما بتقصرش، حتى لو قصرت بتحاول انت تصلح ده مع الوقت. يبقى احنا عندنا كام نوع من التوافق؟ 2. صعب الكلام ده؟ طيب نخش بقى في المفاهيم الحزينة
اول مفهوم حزين عندنا الاحباط اهو. بيقول لك يحدث الاحباط عندما يوجد عائق. ميس يعني ايه عائق؟ عقبه تحول. يعني ايه تحول؟ تمنع بين الفرد والايه والهدف. هنتخيل ان ده الفرد اهو، انت اهو وهدفك اهو، وكل لما تحاول توصل تلاقي حاجه تقف تعطلك. طب ايه الحاجات اللي بتسبب لي الاحباط؟ طبعا الكتاب مش هيسيبها، هيقولها لك. اول حاجه تعريف الاحباط هو الشعور الذي ينتاب. يعني ايه ينتاب؟ حاجه بتحس بيها. مين اللي بينتاب بيها؟ الفرد. نفس الكلام اللي فوق. عندما يوجد ما يحول. يعني ايه يحول؟ يمنع بينه وبين تحقيق اهدافه. ليه تعريف تاني بيقولك هو حاله انفعاليه ودافعيه يشعر بها الفرد عندما يواجه نفس لك ما يحول بينه وبين إشباع دوافعه. طب أنا واحد كان نفسي أشتغل شغلانة معينة ما عرفتش، كان نفسي أسافر كذا ما روحتش، كان نفسي أجيب المجموع الفلاني ما توفقتش. هبقى مبسوط؟ ده أنا هحس إن أنا زفت الطين. ليه؟ هتحس أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم فشل. تاني حاجة هتلاقي الناس اللي حواليك بتنمرك فهتتضايق. التبرم، عارفين بقى اللي هو ايه؟ سكت بقى ليه كده يا رب؟ اشمعنى انا؟ ونقعد بقى نلحد ونقول كلام حرام ونقل في ادبنا. بعد المرحله دي بتنعزل، تقفل على نفسك الاوضه، ما تطلعش منها، ما تستحماش، ما تحلقش شعرك ما بتسرحوش، عفانه ونتانه، وده بينتج شعور الايه؟ الاكتئاب. يبقى انا لما بحبط بسم الله الرحمن الرحيم فشل، تبرم، ضيق وايه؟ واكتئاب. طب انا ايه اللي بيخليني احبط؟ حاجات بقى والنبي ما حد يعيط. عادي يا جماعه. عندنا نوعين من العوامل التي تؤدي للإحباط. أول حاجة عوامل داخلية ذاتية فردية، ودي بتبقى ليها علاقة بمشاكل عندك انت اللي عندك مشكلة، ودي عوامل داخلية ذاتية بتتعلق بمين؟ بالفرد. ساعات انت حرام ضحية أهلك مثلا، ودي العوامل الخارجية اللي بتتعلق بالبيئة وانت يا عيني ملكش ذنب فيها. يبقى ساعات بتفشل عشان انت مقصر، وساعات بتفشل عشان اللي حواليك ما ادكش فرصه انك توصل. صعب الكلام؟ يلا نخش في الكلام بقى اللي ايه؟ اللي يجيب اكتئاب بجد. اول حاجه العوامل الخاصه بالفرد. اكتب جنب العوامل الخاصه بالفرد ذاتيه وشخصيه. اتمنى ان السكوت ده يكون حزن. ذاتيه، شخصية، فردية. العوامل الخاصة هي عوامل ذاتية، شخصية، فردية، انت السبب فيها للأسف. خلاص؟ مذكرتك فين يا اخويا؟ فين؟ صدق بالله انت عيل بارد، طلع عليها المذكرة. الاحباط ده بقى انت السبب فيه، صح؟ فشل. انا بحسك نسيها ايه ومهتم وعمال تصور، مستخسر طلع المذكره. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. اول حاجه بيقول لك يا خالتي ان الانسان ساعات بيفشل بره وبعيدا عنكم يعني بعد الشر بسبب وجود جوانب قصور وعدم كفايه في الفرد نفسه. دايما يقول لك رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. انت واحد طبيعتك ما بتجيش مع المواد العلمي، على فكره ده مش عيب. لا انا هدخل علمي، اصل اللي في علمي انا مش احسن مني، اصل انا مش اقل منهم، انا هروح اشتغل الشغلانه الفلانيه. طب الشغلانه دي ما تنفعكش، مش هتناسبك. لا انا هشتغلها وهنجح فيها. طب ما انت اللي بتحط نفسك في حاجه اكبر من ايه؟ من قدراتك. وساعات للاسف بيبقى في ناس عندها مثلا مشاكل صحيه، عنده اضطرابات، هو الحاجه دي غصب عنه هو مش قدها. بص هنا اهو، جوانب قصور وعدم كفايه في الفرد نفسه، او نقص قدرات معينه، او نقص خصائص نفسيه. انا نفسي اشتغل مذيع بس انا عندي رهاب اجتماعي وبتكسف جدا وبتوتر وبقعد اتهته في الكلام. طب ما تروح تشتغل شغلانه تانية. طب انت ليه اللي بتحط نفسك في النار؟ انت ليه بترمي نفسك في الحاجه بعد كده ترجع تعيط؟ يبقى العوامل الخاصه بالفرد هي جوانب قصور وعدم كفايه للفرد نفسه
مثل القدرة او عدم القدرة في التحكم على النفس. دلوقتي اغلب العيال وهي صغيره نفسك في ايه؟ نفسي ابقى مغني، وانت صوتك يقرف الكلب. طب نفسك تبقى مغني ليه؟ انا صوتي وحش يا عم، انا ربنا ما ادانيش الموهبه دي، خلاص هغني بالعافيه؟ ما هو مش بالعافيه. يبقى دي العوامل الخاصه بالايه؟ بالفرد. يبقى انا قبل ما اخد قرار في حاجه اشوف الحاجه دي مناسبه ليا ولا لا. طيب ساعات انت بيكون عندك كل الامكانيات الصح اللي تاهلك، بس مين اللي يدوك طاقه سلبيه؟ للأسف الأهل، لأن الأهل دول المفروض يكونوا الجيش اللي بيساعدك. لا، يعود الإحباط إلى ظروف وعوائق ترتبط بالإيه؟ بالبيئة. أنا نفسي أذاكر بس في البيت كل لما أجي أذاكر يطلبوا مني حاجات أعملها، يعني قال يعني إن أنت ضحية. تاني حاجة عندنا، أنا زي ما قلت لك بيبقى نفسي أذاكر بس في دوشة حواليا، أو أنا قاعد في الامتحان والمراقب والمراقبه ماسكين ودان بعض دو 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 دو، عملوا لي دوشه ما عرفتش احل. طبعا دي بتحصل كتير قوي. طيب ايه تاني بيسبب الاحباط؟ بص بقى الكلام اللي يقهر، المعاناه الاقتصاديه. مثلا كان نفسك تدخل كليه معينه، الكليه دي مصاريفها عاليه فما قدرتش تدخلها، هل انت ليك ذنب؟ ظروفك للاسف هي اللي منعتك. تمام اهو. بيقول لك كمان زي القيود اللي بيفرضها الاخرين. طبعا مين اللي اخرين دول؟ الوالدين. كان نفسك تدخلي كليه اعلام، كليه اعلام دي ما فيش منها في اسكندريه، قالوا لك لا ما فيش سفر، ادخلي اي كليه هنا، فانت جالك احباط. يبقى قيود الوالدين من مسببات الاحباط. لو مثلا حد قريب في حياتك لا قدر الله حصل له حاجه بقى مش موجود، ده برضو من مسببات الايه؟ الاحباط. يبقى انا ممكن يكون التقصير شخصي من عندي ذاتي، وممكن انا اكون عامل كل اللي عليا بس الظروف اللي حواليا مالها ولا مساعداني، والناس بتحبطني وتقول لي لا، وكل اللي انا عاوزه ما بيحصلش، وكل اللي انا نفسي فيه بيتعمل غيره، وانت ضحيه. في النهايه بيحصل ايه؟ احباط. صعبه دي؟ اوعى حد يجيله احباط. لسه بعد الاحباط بقى بيجي احساس معفن قوي كده. هي بس هنا دي مكتوبه غلط او معموله هنا. الصراع. ايه الصراع ده؟ مثلا ان انت تبقى محتار بين 2 مدرسين، انا هحجز مع مين في ثالثه ثانوي، او ان انت جبت مجموع عالي ومحتار تدخل كليه اقتصاد ولا محتار تدخل كليه ألسن مثلا. يبقى انا لما احتار بين حاجتين اسمها ايه؟ صراع. طب ايه هو الصراع؟ ركز كده، هو حاله انفعاليه دافعيه غير ايه؟ سارة، شعور مش حلو. يبقى الصراع ايه هو؟ حالة انفعالية دافعية غير سارة. طب ايه اللي بيحصل بسبب الصراع؟ بيحدث بسبب الحيرة والايه؟ والتردد. اخدنا حاجة زيه في سنة اولى اللي هو الشك. انا محتار بين حاجتين، مثلا محتار بين علمي وادبي، يبقى انا كده عندي حاجة اسمها الايه؟ الصراع. طيب انا دلوقتي مثلا جالك كليتين اهو، انت جبت مجموع عالي وقدامك مثلا كلية ألسن وقدامك كلية اعلام، وانا واحد ما بحبش ادرس لغات، يعني انا مش هدخل كلية ايه؟ كده عندي صراع؟ لا، الصراع لازم يكون بينشأ الصراع عندما يحدث الصراع بين قوتين متساويتين. يعني ايه؟ يعني انا عندي 2 مدرسين جغرافيا، الاتنين بفهم منهم فمحتار ما بينهم، ده كده اسمه ايه؟ صراع. طب انا قدامي 2 مدرسين جغرافيا، واحد فهمت منه والتاني ما فهمتش، هيبقى فيه صراع؟ لان طبيعي هختار مين؟ اللي فهمني. يبقى الصراع اهو في التعريف بيقول لك بيحصل امتى؟ اهو ركز كده، تصيب الفرد عندما تتنازعه، يعني يتعرض لايه بقى؟ اتجاهات مختلفة ذات قوة ايه؟ متساوية. انا كنت محتار بين علمي وادبي عشان انا شاطر في المجالين. طب انا لو شاطر في المواد الادبي وما بحبش المواد العلمي، هيبقى في صراع؟ لازم الصراع يكون بين قوتين ايه؟ متساويتين او متكافئتين او متعادلتين. صعب الكلام ده؟ طيب حلو قوي. بيقول لك هنا ايه بقى؟ بيسعى الفرد الى اشباع وتحقيقه
انا نفسي اوصل بس بعجز عن اتخاذ القرار. انا بحل سؤال وفي اجابتين شاكك فيهم وحاسس ان الاتنين ينفعوا، فانت كده في حالة من التردد، ده اسمه الايه؟ الصراع. الصراع ده ليه 3 انواع. ايه هما؟ بص في الحتة دي من اهم الحتت اللي في الدرس. اول جزئية حاجة اسمها الصراع القدام. ميس يعني ايه قدام؟ اهو الفرد وقدامك هدفين كلاهما ايجابي، شغلانتين كويسين، عريسين حلوين، تليفونين جامدين، مثلا فرصتين شغل حلوين قوي، دولتين متاح لي ان انا اسافر واحده منهم والاتنين فظاع. طبعا دي فرص بتيجي مره في العمر وساعات ما بتجيش اصلا. ليه؟ لان الصراع ده بيقول لك يحاول الفرد الاختيار القلم مات بين هدفين كلاهما ايه؟ جذاب. انا قدامي حاجتين حلوين، حلوه قوي، وبيقول لك ان النوع ده ما بياخدش وقت واسهل انواع الصراع. ليه؟ لان انا مثلا واحد قدامي كليه اعلام وقدامي كليه اقتصاد، طب انت عايز ايه فيهم؟ لا مش فارقه، الاتنين حلوين بالنسبه لي، والله دخلت اعلام مش خسران، دخلت اقتصاد مش خسران، جالك شغلانتين والاتنين مرتباتهم حلوه جدا، طب انت اخترت واحده وسبت التانيه هتخسر؟ لا، لان الاتنين مرتباتهم عاليه. طيب جالك عريسين والاتنين فيهم صفات فظيعه، والله اخترت واحد وسبت التاني عادي. ليه؟ لان انا في الحالتين مش خسرانه، لان الاتنين ايه؟ حلوين. صعبه دي؟ فبيقول لك لما انت بيبقى قدامك هدفين والاتنين حلوين، ده اسمه صراع قدام. حتى كلمه القدام يعني الحاجه مقبله عليك، يعني كأن الهدف بيمشي لك كده، بيسعى ليك. ده الصراع القدام. عارفين العيال الفاشله؟ مالكوش دعوه بيهم. عارفين انتوا بقى العيال الفاشله اللي هي بتضيع في الثانويه العامه، بعد الشر، مش انتوا طبعا، انتوا معديين المراحل دي بكتير، وتلاقي الواد فاشل وجاب مجموع زي الزفت، اللي هو ناجح بالعافيه جايب النص في كل المواد، ومثلا قدامه ايه؟ حاجتين يقرفوا، معهدين مالهمش مستقبل، مش لاقي حاجه يدخلها اصلا. ده اسمه الصراع الاحجام. انا مثلا في ماده انا حمار فيها، انا حمار في الانجليزي، لو جبت لك مين يدي لك درس مش هتفهم. هل انت هتعرف تاخد قرار؟ لان المشكله فين؟ في الماده نفسها. طيب قرارين صعبين، من اصعب القرارات اللي بتواجه الانسان، ودي بجد ربنا ما يكتبها على حد، قرارات الجواز الفاشله. استنوا بقى نعمل الراجل حزين، انا ليه بعمله مبسوط مش فاهمه. استنوا، لازم يبقى مكشر هنا. بصوا معايا اهو، بني ادم اتجوز جوازه فاشله، فبيفكر في الطلاق، اهو حاجه وحشه وحاجه وحشه والاتنين بعاد عنه، الطلاق وتشتت الابناء، يا ساتر يا رب. فهنا القرارين صعبين، جواز فاشل، يا اما هيطلق مراته، وفي حاله الطلاق ايه اللي هيحصل؟ العيال هتتشرط، فانا يا اما اكمل في الجوازه دي عشان العيال، يا اما ابعد والعيال تضيع، وفي الحالتين انا حياتي زفت. واحد مثلا يا عيني مش لاقي شغل، وكل ما يدور يلاقي شغل منتن ومعفن ومرتب ضايع ما بيكفوش حتى اول اسبوع، خلاص ما قداموش حل. فده اسمه الصراع الاحجام ان انا عريسين زفتين. يا اختي ما تختاريهمش انت خلاص يعني. يبقى الصراع الاحجام بص معايا، يحدث عندما يحاول المرء الاختيار بين هدفين كلاهما منفر وغير جذاب. وخليك عارف ان الصراع الاحجام اصعب انواع الصراع، لان لو اخترت اي قرار فيهم انا هتعب ومش هرتاح وهفضل بتعذب طول حياتي، حاجة صعبة موت. اهو بص، حيرة المريض بين تناول الدواء المر او استمرار المرض. مثلا مريض حالته خطيرة جدا، ويا اما يتعايش مع المرض ده يا اما يعمل عملية نسبة نجاحها 5%، الاتنين صعبين. يبقى في ساعات كده خانات يعني ربنا ما يكتبها على حد، اللي هو انت ايه؟ قدامك اختيارين والاختيارين اصعب من بعض ولازم تمشي في طريق منهم. فده الصراع الاحجام اهو، حيرة اصحاب الزواج الفاشل بين استمرار الزواج وما يصاحبه من سوء العشرة ويقعدوا يشتموا بعض ويضربوا في بعض، وبين الطلاق وتشتت انا كده قرفان
وكده قرفان، يقوم جاي مولع في نفسه في البيت في مراته في عياله ويريح نفسه ويريحنا. ده الصراع الاحجام الايه؟ الاحجام. طيب ميس ان شاء الله كده في المستقبل باذن الله انا جوزي يا ميس حنين خالص وبيحبني قوي، بس في عيب كده ايه صغير، ايه هو؟ خاين مثلا يعني، تمام؟ او انت نفسك تبقى ظابط وماله، بس هحلق شعري وماله، بس يا ميس انا هعيش بعيد عن البيت وهلاقي ناس تقعد تتحكم فيا وهلاقي ناس تقعد تبهدلني. انت مثلا نفسك تدخلي كلية اعلام، لازم تسافري لها، برغم ان انت بتسافر فانت فاكر ان حياة المدينة الجامعية دي حاجة جميلة، او انا لو عايش في شقة مع صحابي فدي حاجة فظيعة، وان انا بخرج بالليل براحتي. حبيبي انت مش رايح مصيف، وبعدين انتوا بتعملوا لنفسكم كل حاجة، انتوا بره البيت انتوا اللي بتعملوا الاكل وبتغسلوا هدومكم وبتجهزوا حاجتكم غير المذاكرة غير فالموضوع صعب. فالصراع الاحجام او الاقدام الاحجام بص بيبقى هدف واحد، والهدف ده ليه مميزاته وليه ايه؟ عيوبه، مش هدفين. في حاجة تانية هي مش عندكم في المنهج اسمها اقدام احجام مزدوج، ان انا قدامي هدفين وكل هدف فيه مميزات وفيه ايه؟ عيوب. لكن انا هنا في الاقدام الاحجام هو هدف واحد ليه ايجابياته وليه ايه؟ سلبياته. زي شغل الست ده حاجة حلوة بتحقق ذاتها بتنجح بتفرح مش عارف ايه، بس قصاده في سلبيات. مفيش ست في الدنيا بتشتغل الا لما لازم يكون في مشاكل في بيتها، مستحيل. يبقى هو هدف واحد قصاده ايجابيات وقصاده ايه؟ سلبيات. انا دخلت الكليه اللي بحبها بس صعبه، يبقى انا بحبها بس دراستها مالها تقيله عليا. انا مثلا مع مدرس بفهم منه بس شديد في معاملته، يبقى هو قرار واحد ليه مميزاته وليه ايه؟ عيوبه. اهو يحدث هذا الصراع عندما يكون الهدف الواحد ماله جذاب ومنفر في نفس الوقت. انا بحب اكل الحلويات جدا، بحبها قوي، بس الحلويات دي بتزودني في الوزن، يبقى ده اسمه قدام ايه؟ احجام. اتفقنا؟ يبقى احنا عندنا اهو انواع الايه؟ الصراع. كم نوع؟ 3. حاجتين حلوين اسمهم ايه؟ اقدام. حاجتين وحشين احجام. حاجة حلوة ووحشة في نفس الوقت اسمها اقدام ايه؟ احجام. اهو الاقدام انا فرد مبسوط ليه؟ لان الهدفين مالهم الاتنين ايجابي، اخترت ده كسبان اخترت ده كسبان. مش طب انا ينفع اختار الاتنين؟ لا، لان الصراع انا لازم اخد قرار واحد واسيب التاني. اتفقنا؟ طيب الصراع الاحجام اهو حزين وحالته زفت. طب الحزين ده ماله؟ قدامه قرارين اصعب من بعض ولازم تختار واحد ما بينهم. طب الاقدام الاحجام هدف واحد ليه مزاياه وليه ايه؟ عيوبه. انا جايلي شغلانه مثلا بره مصر، شغلانه حلوه جدا مرتبه فظيع، بس قصادها في غربه هتبعد عن اهلك، فدي حاجه اسمها الاقدام الايه؟ الاحجام. يا ريت يا ميس، يا ريت والله يا اختي تنيلي انجحي الاول في الثانويه العامه. طيب بص معايا، انت لو رايح درس ولقيت السكه زحمه واتاخرت على الدرس هتحس باحباط؟ لا. ليه؟ لان انت مش عايز تروح الدرس اصلا، صح ولا لا؟ صح. طب لو انت رايحه فرح ومظبطه حالك ولابس بدله وظابط الكلام والطريق زحمه جدا واتاخرت على الفرح هتحس بايه؟ هتحس ان انا مقهور، صح ولا لا؟ صح. ففي مواقف انا ممكن مثلا رايح درس عند مدرس مخنوق منه فرحت متاخره قال لي روح، الحمد لله كنتش هشوفك اصلا همشي. طب انا لو الماده ليله امتحان والمدرس جه قال لك ما انتش داخل هتحس بايه؟ تحس انت عايز تقطع شرايينك. اللي انا عايزه اقوله لك مش كل ازمه بتقف في حياتنا بتحسسنا بالاحباط، ومش كل الحيره انا نازله اشتري طرحه ولقيت طرحتين لايقين عليا ومحتاره، هل ده صراع؟ ده هبل. نزل تشتري تيشيرت لقيت تيشيرتين قستهم الاتنين فظاع عليك، هتفكر شويه وتختار، هل ده صراع؟ هل لما اختار بين تيشيرتين او طرحتين زي ما اختار بين كليتين؟ لا. ففي اختيارات مش صراع،
في ازمات بتحصل لنا ما بتسببش احباط، بيقف الكلام ده على كام حاجه؟ 5. اول حاجه نوع الايه؟ العائق. والله انا لو رايح درس والسكه زحمه غير مثلا وانا رايح امتحان اخر السنه والسكه زحمه، فدي حاجه اسمها نوع الايه؟ العائق. اهو السكه زحمه مرتين، بس انا الدرس انا ممكن اعوضه اونلاين. طب انا امتحان اخر السنه هعوضه؟ لا. فده اسمه نوع الايه؟ العائق. بيقول لك هنا المثال بتاع الكتاب: طريقه الاستجابه لصراع خلقي زي الغش في الامتحان. انا قاعد في الامتحان، الكتاب عنده حماس شباب رهيب. بيقول لك ان انت لو في الامتحان رايح مش مذاكر وغشيت من حد من صحابك هتلاقي ضميرك انبك. وفي بقى نوع تاني من انواع الصراع والاحباط، ان انت بيبقى عندك عائق اقتصادي. والله كان نفسك تشتري تليفون بس ما معكش فلوسه. مين اللي مؤلم بالنسبه لك اكتر؟ شعور الذنب ان انت غشيت في الامتحان، ولا شعور الحوجه ان انت مش عارف تشتري التليفون اللي نفسك فيه؟ لا طبعا شعور الحوجه ان انا مش عارف اشتري التليفون. ذنب ايه يا ميس؟ ما هو انا غشيت منه بمزاجه يا ميس. حبيبي ما انا غشاله ليس منا ميس، انا غشيت منه هو اللي غششني، هو مبسوط، احنا عاملين ديل، هو ماده انا ماده وبنظبط بعضينا، يخرب بيوتكم. يبقى اول مشكله نوع الايه؟ العائق. تمام يا ميس. 2 الخبره السابقه. ايه اكتر ماده بتكرهوها في الثانويه العامه؟ الرياضه. طيب انت رايح امتحان رياضه، خالتي ورايح امتحان تاريخ، ايه الامتحان اللي هتبقى رايح قرفان فيه اكتر؟ الرياضه. ليه؟ لان انا ما بحبهاش، لان انا اصلا داخل ادبي عشان ما بحبش الرياضه. جت بقى في ثالثه ثانوي الاحصاء بتنور للعيال، ان شاء الله تتلغى السنه الجايه. طب انا ايه اللي بيخليني اروح امتحان الرياضه مخنوق؟ ماده صعبه ما بحبهاش، درجاتي فيها زفت، انا عارف ان انا ممكن اروح واسقط. يبقى الخبره السابقه ناحيه الرياضه مالها؟ خبره ايه؟ سلبيه. طب انا ماده زي التاريخ لاممها، شاطر فيها، بتكرم كل شامل، بقفل الامتحانات، لامم الماده من الجلده للجلده، وكمان قاري زياده. ده تخيل. هل انا هروح الامتحان متوتر؟ مستحيل، لان الخبره هنا مالها؟ يبقى انا لو الخبره ناحيه الموضوع حلوه، انا مثلا كان نفسي اشتغل في شركه وبعد كده ما قبلونيش، وانا كنت سامع عن الشركه دي ان هي مش احسن حاجه في معاملتها، هزعل ان هما ما قبلونيش؟ ده انا هفرح، هقول الحمد لله، يبقى ده شر ربنا بعده عني. يبقى دي اسمها الخبره الايه؟ السابقه. اتفقنا؟ طيب رقم 3 تفسير الشخص للموقف، وده بيرتبط كده بالثقه بالنفس شويه. ازاي؟ انا مثلا واحد رحت امتحان ما توفقتش فيه، فلو انا واثق في نفسي هقول ايه؟ ان شاء الله المره الجايه ايه؟ هعوض احسن. طب انا واحد، دي عامله شبه مثال العربيه بتاعه الملاهي بتاع الحصه اللي فاتت. انا واحد ما عنديش ثقه بنفسي ورحت مذاكر بس ما جبتش درجه حلوه في الامتحان، هتقعد تعمل ايه؟ والله ما انا مذاكر تاني، انا اصلا غلطان اني ذاكرت، انا مهما ذاكر مفيش فايده، انا ذاكرت زي ما ذاكرتش. انت كده انسان عبيط. ليه؟ لان انت المفروض تقول انا المره الجايه هبقى احسن، انا المره دي قصرت، المره الجايه هعوض، انا المره دي فشلت، المره الجايه هبقى احسن. دي حاجه اسمها تفسير الشخص للايه؟ للموقف. ممكن حد تكون بتحبه يهزر معاك هزار غلس تعديه جدا، حد تاني انت مش بتطيقه ما يهزرش، يعني يقولك ازيك كده ويضحك كده، تقول له انت بتقل مني ولا ايه؟ هو انت مهزقني ليه؟ هو انت بتعاملني كده ليه؟ فدي حاجه اسمها تفسير الشخص للايه؟ لو حد بتحبه والله لو اداك على قفاك هتقول له اديني كمان مره. طب لو حد بتكرهه قالك ازيك، تقول له ولا انت بتكرهني وبتقولي ازيك عشان عايز مني مصلحه. دي حاجه اسمها تفسير الشخص للايه؟ للموقف. صعبه؟ طيب رقم 4 طبيعه الدافع، ودي اتكلمنا عنها في الدوافع. عندنا نوعين من الدوافع، دوافع اوليه ودوافع ثانويه. طيب انا دلوقتي واحد، ايه اللي تستحمله اكتر؟ الجوع ولا الفشل؟ ايه اللي يزعلك؟ الجوع، عشان انت عايز تفس، دافع اولي. طبعا هو الحوار مش كده، مثلا ماده بره المجموع وماده جوه المجموع، وجبت في المادتين درجتين زي الزفت، مين الماده اللي هتقهرك؟ اللي جوه المجموع، لان دي الدافع
الاولي. طب الماده اللي بره المجموع دافع ثانوي. يبقى في دوافع انا بشتغل عليها. انا مثلا عايزه اترقى في شغلي، فانا بشتغل على نفسي اكتر، يبقى دي حاجه اسمها طبيعه الايه؟ الدافع. اخر حاجه امكانيه اشباع الدوافع وتحقيق الاهداف. معناها ايه؟ انا مثلا تالتة ثانوي بالنسبه لك هي فرصه واحده في العمر، صح ولا لا؟ صح. هي مش الفرصه كثانويه عامه، مش بتكلم على مستقبل او حياه. الثانويه العامه دي بتيجي مره في العمر، ما ينفعش تتكرر، مش عايزين فضايح. طيب انا واحد في امتحان الدرس، جيت مره امتحنت فايه ما جبتش الدرجه، يعني جبت درجه حلوه بس ما اتكرمتش، فالمره اللي وراها اشتغلت على نفسي اكتر فاتكرمت. طب انا في ثالثه ثانوي جبت مجموع حلو بس مش هيدخلني الكليه اللي انا عاوزها، هحس باحباط ولا لا؟ طبعا هحس. فاللي انا عايزه اوصله لك في الحته دي، عشان هي بتتوه الطلبه للاسف، بص معايا كده، احنا عندنا نتائج الاحباط والصراع. الكتاب بيقول لك ان احنا في الاحباط والصراع، مش كل المواقف اللي بتحصل بتحسسني باحباط وايه وصراع. كنت رايحه اشتري مذكره لقيتها اغلى من الفلوس اللي معايا، مش هحس باحباط لان انا اصلا مش عايزه اشتريها عشان مش عايزه اذاكر ومش عايزه اعمل واجب. هحس باحباط؟ لا. زي ما قلت لك رايح اطلب شاورما لحمه ولا شاورما فراخ، والله هتفكر ثانيه وتقرر، فده مش صراع. طب انا بختار بين كليتين، صراع. نتائج الاحباط والصراع كام حاجه؟ 5. ايه هما؟ اهو احنا بنراجع عليهم تاني. اول حاجه اسمها نوع الايه؟ العائق. انا لو رايح مشوار مهم والسكه زحمه هحس باحباط. طب المشوار مش مهم، مش هيفرقني، دي اسمها نوع الايه؟ العائق. تاني حاجه تفسير الشخص للموقف حسب وجهة نظرك. في ناس عندها مرونة، اللي هو انا عادي، انا ممكن افشل المرة دي، المرة الجاية هبقى احسن. في ناس تانية بتتقفل، لا انا فشلت انا هفضل فاشل. يبقى دي حاجة اسمها تفسير الشخص الايه؟ للموقف. رقم 3 الخبرة الايه؟ السابقة. عندي شامل في مادة انا ما بتوفقش فيها، مش هبقى مبسوط. طب انا شامل في مادة انا شاطر فيها، لا الخبرة السابقة مالها؟ بتفرق. ايه تاني؟ طبيعة الدافع. زي ما قلنا مين الدوافع اللي انا لو ما وصلتلاش هحس باحباط؟ طبعا الدوافع الايه؟ الاوليه. طب لو دافع ثانوي فشلت فيه عادي، مش حوار. اخر حاجه امكانيه اشباع الايه؟ الدوافع. في حاجات انا اقدر اعوضها وفي حاجات بتيجي فرصه في العمر ما بتتعوضش، فيا اما انجح فيها يا اما خلاص انا سقطت في الامتحان ده ومش هعرف اوصل لها. فرص. صعب الكلام؟ طيب اخر حاجه في الفصل ده زي ما قلت لك هو يبان طويل بس شرحه مش صعب، حاجه اسمها القلق. بص معايا، القلق ده بيختلف عن الخوف. عندنا نوعين من المشاعر لازم نعرف نمرق ما بينهم، حاجه اسمها القلق وحاجه اسمها الايه؟ الخوف. ساعات كده بنصحى من النوم قلبنا مقبوض ومتضايقين وحاسين ان في حاجه مش حلوه هتحصل. طب ايه السبب؟ من غير سبب. طالما الحاجه بدون سبب اسمها ايه؟ قلق. طب انا عندي امتحان شامل وقلقان منه، ما اسمهاش قلقان، اسمها ايه؟ خايف، لان الخوف بيكون ليه ايه؟ سبب تاني. يبقى احنا عندنا نوعين من المشاعر لازم نفرق ما بينهم، حاجه اسمها القلق وحاجه اسمها الايه؟ الخوف. انا بخاف من الكلاب، سبب واضح، فده اسمه ايه؟ خوف. انا قلبي مقبوض ليه؟ ما اعرفش لوحدي. طالما من غير سبب ده اسمه الايه؟ القلق. خليك عارف ان القلق لا شعوري، فجأة كده وانا قاعد اتقبضت فجأة من غير سبب، فالقلق لا شعوري وملوش ايه؟ سبب. طب انا مثلا زي ما عندي امتحان في مادة صعبة ففي سبب والسبب ده شعوري، فده اسمه ايه؟ خوف. انا بخاف من دكاتره السنان ليه؟ عشان مره رحت للدكتور اداني حقنه خلت ضرسي وارم يومين، انا رايح له عشان تعبان تعبت اكتر. هل ده اسمه قلق؟ لا، ده اسمه ايه؟ خوف، لان في سبب حصل خلاني ان انا اتعرض لموقف مش حلو فعلمت على الحاجه دي. صعبه دي؟ يبقى انا عندي كام نوع من المشاعر السلبيه؟ 2. في مشاعر بحس بسببها تسمى بالايه؟
وفي مشاعر بتقبضني من غير سبب تسمى بالايه؟ بالقلق. طب ايه هو القلق؟ ميس انا حاسس ان انا مش هجيب مجموع في الثانويه العامه، انا حاسه ان انا هموت يوم فرحي، انا حاسه ان انا هموت وانا بولد. طب انت اتجوزتي؟ لا. خلفتي؟ لا. هو انا حاسه، انا حاسس ان انا وانا مسافر الطياره هتقع بيا. عارف انت الهواجس والهلاوس العجيبه؟ عارف انت الناس اللي هي كله رايح، احنا كده كده هنموت فصباح الفل. قلق. ليه؟ لان القلق حاله من التوتر الايه؟ بتاثر عليك في كل حاجه، وماله مستمر، وخاصه الناس اللي عندها اضطراب قلق. يتوقع فيه الفرد خطر وتهديد، سواء بقى توقعات بالموت، توقعات بالإصابة، أنا حاسس إن فلان هيحصل له كذا، أنا حاسس إن أنا هموت نتيجة زلزال، أنا حاسس إن اسكندرية هيحصل فيها في الشتاء فيضان وكلنا هنغرق والسنتر هيغرق تحت الأرض. إيه يا عم؟ إيه يا عم خربت الأفلام الرعب اللي اتفرجوا عليها؟ كل ده اسمه الإيه؟ القلق. طب أنا لما بقلق بيحصل لي كام حاجة؟ 3 حاجات. أول حاجة ناحية جسمية فسيولوجية. تاني حاجة الناحية الانفعالية، اكتب جنب الانفعالية وجدانية شعورية، يعني مشاعر. تالت حاجة الناحية المعرفية اللي هي الناحية الايه؟ العقلية. يبقى احنا عندنا القلق جسمي فسيولوجي، انفعالي وجداني شعوري، ثم معرفي ايه؟ عقلي. نركز مع بعض. طيب انا رايح الامتحان متوتر، زي ما قلنا في الانفعالات، اول حاجه اضطراب ضربات الايه؟ القلب، هتلاقي بطنك وجعاك، اسهال، يخرب بيت القرف، كثره التبول، كثره افراز العرق، وربنا مسهلها عليك من كل الجوانب. جسميه فسيولوجيه. طبعا الكلام مش محتاج شرح عشان مش ناقصين قرف على الصبح. تاني حاجه الناحيه الايه؟ الانفعاليه. ساعات كده بيبقى في عرض بيحصل الانسان، في حاجه اسمها الارهاق وحاجه اسمها الوهن. الارهاق ده اللي هو انت مثلا ايه، يوم لفيت في الدروس، روحت نمت، قمت فقت بقيت زي الفل. وفي حاجه تانية اسمها الوهن. ايه الوهن ده؟ انا دايما مش قادر، انا دايما جسمي متكسر، انا دايما مش قادر اقف على رجلي، انا دايما مدروخ، انا دايما فاصل بسبب ومن غير سبب. ده الجانب الايه؟ الانفعالي. عدم القدره على التركيز، اجهاد وتعب بدون مبرر، دايما تعبان، تلاقي مثلا ايدك سقعانه دايما، صوابعك متلجه، مش عارف ايه، اعصابي كده سايبه. كل ده الجانب الايه؟ الانفعالي. طب انا رايح الامتحان قلقان، هعمل ايه؟ هنسى كل اللي ذاكرته. وده الجانب الايه؟ المعرفي. اهو يسبق القلق او يتزامن معه توقع مستمر لحدوث شيء مكروه للفرد. انا حاسس ان المصيبه جايه دلوقتي. يا عم تنيل واعمل اللي عليك وسيبها على ربنا. لا انا حاسس خلاص بقى، انا طالما هموت اذاكر ليه؟ طالما احنا كلنا هنموتوا بنخش كليه ليه؟ يعني مش فاهمه، حاجه صعبه. طيب طبعا القلق ده ليه كام مستوى؟ 3. انتوا طبعا بسم الله الرحمن الرحيم بتنحصروا في هذا المستوى. القلق المنخفض، برود ولا مبالاه. يبقى احنا عندنا القلق كام مستوى؟ 3. في القلق المرتفع ده بقى بتاعت العيال بتاعت الابتدائي. عارفين العيال اللي بتقعد تعيط ورايحه الامتحان عشان خايفه؟ العيال اللي بيغمى عليها من التوتر، العيال اللي بتقعد ترجع وتعلق محاليل. مش انتوا برود. ده القلق الايه؟ انا قلقان جدا. بيقولك ان القلق المرتفع ده خفض الوظائف المعرفيه، ما بعرفش اخد قرار، انا دايما متوتر وقلقان وخايف وحاسس ان في حاجه هتحصل وانا مش هعرف اواجه الخطر ده، لان انا حاسس دايما بايه؟ بتوقع المصايب والكوارث. ده القلق الايه؟ المرتفع. زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت ان الانفعالات بتؤدي لتأهب الفرد لعمل معين. انا واحد خايف على مستقبلي فهخلي عندي دم واقوم اذاكر. ده القلق الايه؟ المعتدل. انا خوفي على مستقبلي بيخليني حريص فبحافظ عليه. هل ده حلو ولا وحش؟ ده الوحيد الحلو، لان ده دافعي وصحي وميسر، فالوحيد الايجابي ده. طب انا بني ادم ولا فارق معايا مستقبلي، ولا فارق معايا انجح ولا اسقط، ولا فارق معايا اجيب كام، ولا فارق معايا ادخل كليه ايه، ولا فارق معايا ان انا اذاكر
وبني ادم تنح ما عنديش اي ذره مسؤوليه. طبعا انتوا اهو دفعه تانية ثانوي. ده القلق المنخفض، شعور صاحبه باللامبالاه، كسل، اهمال، عدم الرغبه في الانجاز. ما شاء الله عليكم والشامل يشهد عليكم، حاجه تقرف. قلق ايه؟ منخفض. يبقى انا عندي كام قلق؟ يا اما بترعب ببوظ الدنيا وبجيب كحكه مرتفع، يا اما بخاف فبقوم اذاكر معتدل، يا اما انتوا قلق ايه؟ منخفض. مفيش قلق اصلا. صعب الكلام ده.